وتحصل اساسي. تكلمت عن فهد الهريفي في كأس العالم 1994 في أمريكا. اللاعب لم يكن متواجد التشكيلة، اللاعب كان موقوف ومبعد عن المنتخبات بسبب ما حدث في دورة الخليج في قطر. اللاعب شارك مع النصر وقاده أو شارك ضمن طاقم اللي حقق للنصر بطولة الدوري السعودي سنة 1994. هناك قصة نريد أن نعرف حقيقتها. ماجد عبد الله هو اللي كان وراء إقناع بعض المسؤولين السعوديين باستدعاء فهد الهريفي. هذا صحيح، هذا صحيح. حتى أكون أكثر دقة، مسؤولين كبار. أبغاك تحكي لي القصة. لا كقصة ما أقدر أقول تفاصيلها يعني، لكن الكلام صحيح. لأنه حصل الاتصال وقلت رأيي أنا لشخصية كبيرة. اي نعم. فقلت رأيي أنا بالنسبة لفهد وليش فهد بالذات يعني، واقتنع بوجهة نظري أنا، ووعد أنه بعد ما ينتهي الموسم أنه يكون معنا في 94. بالرغم أنه فهد في هذاك الموسم يعني قدم مستوى طيب مع زملائه في 1414 لما حقق النصر البطولة، إلا أنه بعد المكالمة أخذوه للمنتخب. طب خلينا نتكلم كابتن ماجد عن ملف مهم جدا، وهو أنه في فترة الثمانينات كانت كرة القدم السعودية بشكل عام والمنتخبات السعودية تحظى لا نقول رعاية واهتمام فقط، بل باتصالات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. وكان على اتصال دائم معكم، تجتمعون معاه، يتحدث معاكم. احكي لي عن تلك الفترة. طبعا ما في شك، الله يرحمه، لو الواحد مثلا بيحكي عن شخصيته وحبه للرياضة والكرة القدم بصفة خاصة تنبهر بهالشخصية الحقيقة. كيف؟ أنا بعطيك قصة. بعد ما جينا احنا من دورة الخليج اللي في عمان، أنا شاركت في مباراتين وتعورت وأرسلوني الرياض أتعالج لأنه ما في وقت عشان أولمبياد لوس أنجلوس في سنغافورة. فأخفقنا احنا هناك، يمكن كانت مركزنا الثالث، وأقيل زقاله واستدعي خالد الزيان. فلما بعدها بأسبوعين علمونا ان الملك فهد الله يرحمه يبغى يقابلنا. طبعا كلنا خفنا، قلنا اكيد يعني بيكون في توبيخ وفي كذا وفي كذا وفي كذا، كيف ان احنا ما قدرنا نعمل حاجة في دورة الخليج. وهذا الشعور جاني انا وجاء زملائي. فلما حصلت المقابلة وكلنا يعني تقريبا ولا تحصل يمكن ولا احد يقدر يتنسم يعني في ذاك الوقت من كل واحد يعني كان يتوقع انه بيسمع توبيخ، لكن اللي حصل عكس هذا كله. صار استقبال كان رائع، ولا حكى عن دورة الخليج، حكى كله عن كيف احنا نروح هناك وكيف نكون، كيف ملتزمين في صلاتنا، في عباداتنا، كيف نكون ملتزمين حتى خارج الملعب باخلاقياتنا، وكيف نكون منضبطين في الملعب. حتى الله يرحمه كان بيتكلم كأنه اللي جالس يكلمك مدرب، ما في بعض المصطلحات الرياضية، لكن بمجمل انه اللي بيتكلم معك مدرب. شخصية بيحب الكورة، عنده استعداد الله يرحمه انه ممكن يقعد يتكلم عن الكورة وقت طويل ولا يكل ولا يمل، لانه بيحب الرياضة. احنا خرجنا من القصر، جاني الشعور ان احنا نبغى نوصل بس سنغافورة ونلعب. يعني تراها يمكن لا هي بشطارة منا احنا كلاعيبة، ولا شطارة مثلا من مدربنا الله يذكره بالخير الخليل الزياني،
ولا كانت يعني كان توفيق من الله. وهر الشيء اللي جانا داخليا بعد ما خرج من الله يرحمه الملك فهد، نبغى بس نصب نلعب. فكان له دور كبير جدا انه كيف اعطانا الحماس الكبير اللي خلانا نأدي في اولمبياد لوس انجلوس اللي كانت في سنغافوره. الشيء وكان ايضا يعني في كل معسكراتنا في لقاءاتنا كان يتصل في اليوم يمكن مرتين او 3 مرات بيسأل احوال اللعيبه وشدوا حيلكم منها. فكان بالعكس كان مهتم كبير جدا بالمنتخب، وكان بيسأل وبيعرف من اللي اصيب، من اللي تعالج، من اللي كذا، من اللي كذا. يعني مو مجرد شوف الله يرحمه كان يعني الرجل الاول وبيهتم بهذه كلها. كان ممكن يتصل مرة او يتصل كل يومين او كل 3 ايام او يستقبلكم كل 6 شهور يعني. 6 شهور اي نعم. كان رجل الحقيقة رياضي بدرجة كبيرة. في دائما كلمة يقولها انه لو صرفت فلوس كثيرة اني اعمل دعاية لبلدي ما عملتها زي ما عملتها الرياضة المنتخب السعودي، خصوصا بعد تأهل المنتخب لكأس العالم والاشياء اللي حصلت فيه. تفوقنا في آسيا 84 و88، وهذه كان يقولها. ماجد كان يقابلك بشكل منفرد. في شخصيات تحدثت في تلك الفترة عن تلك الفترة انه كان هناك مقابلات شخصية بشكل منفرد مع بعض الشخصيات الرياضية، كان منهم طبعا الكابتن خليل الزياني مدرب الفريق. انت يعني كنجم للفريق وواحد من ابرز اللاعبين في تلك الفترة، هل كان هناك مقابلات خاصة بينك وبينه؟ لا يعني أو مكالمات خاصة. المكالمات موجودة يعني ما هي خاصة بالشيء اللي الناس مثلا تعرفه. لا، مكالمات خاصة لوضع معين او استفسار معين، او يبغى ياخذ رأيي في وضع معين يعني. كان فيه اعطيك حادثة قبل ما نروح كاس العالم. لعبنا في اليونان، في امريكا. ايه في امريكا. لعبنا في اليونان مباراة ودية، خسرتوا 5-0 وخسرنا 5. انا وقتها ما كنت العب، كنت متفرج وشايف المباراة وعارفها، وعارف امكانيات ايضا المدرب. فكان فيه نية انه ينشال المدرب قبل كاس العالم، اللي هو مدرب اليوبن هاكر. كان مدرب لا كان سولاري. كان سولاري. المدرب الهولندي كان انشال خلاص. خوخي سولاري مدرب ارجنتيني. اي الارجنتيني. فحصل اتصال بعد ما رجعنا لمعسكرنا، كان في سانت ماكسيم في فرنسا، وسألني عن المدرب كيف وليش انهزمنا. لانه حسيت انه فيه او حيحاولون يقنعونه انه نبغى نغير المدرب. فقلت الشيء اللي انا اعرفه، ان المدرب كويس، وان الاهداف ما كان يتحملها في اخطاء فرديه. الاخطاء الفرديه دائما ما يتحملها المدرب، يتحملها اللاعب نفسه. ف3 أهداف منها كانت اهداف فرديه، وكان هدف من الحارس. يعني 4 أهداف ما كانت المفروض تدخل المرمى، لانه كان اخطاء فرديه بحته. هذا شيء. الشيء الثاني، لما انت بتروح كاس العالم وبتغير مدرب، يحصل بعض الاشكالات، انه المنتخب السعودي غير وكذا وكذا وكذا. فاقتنع بوجهة نظري وابقى على المدرب. وحصل اللي حصل في امريكا، انه الجميع هناك الاعلام الخارجي ابدأ ارتياح لاداء المنتخب السعودي ووصوله الى الدور الثاني. امريكا وكأس العالم 1994 ملف طويل في مشوار ماجد عبد الله.